السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفاجي كيك، وهنعمل كمان السبونج كيك الشوكولاته، وهنعرف الفرق بينهم وبين المقادير بتاعتهم. هنعمل منهم جاتو مثلثات شكله حلو جدا. اول حاجه عشان نعمل السبونج كيك الشوكولاته هحط 6 بيضات، بحط عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، بحط عليهم معلقه كبيره من المحسن الجل، وهستخدم هنا دقيق سبونج جاهز. فهنا استخدمت سبونج فانيليا، بضربهم كويس جدا جدا. وبعد ما الخليط يعلى هنا هضيف كمان نص كوبايه من الميه، ولو ميه ساقعه بيكون افضل. بعد كده بعد ما يتضرب كويس جدا لمده 10 دقايق بضيف ليه معلقه كبيره من الكاكاو الخام. هنا بستخدم صينيه مقاس 26، بحط فيها ورقه زبده، وبعد كده هبتدي احط فيها الخليط. وكده جهزنا اسبونج الشوكولاته الكيك الشوكولاته الجاهز. واحط لكم المقادير في صندوق الوصف، السهم اللي تحت الفيديو على طول بتضغطوا عليه بتلاقي دايما المقادير مكتوبه. هحطه هنا في الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص. هنا هبتدي اعمل الفاجي كيك. هحط هنا 4 بيضات، وبعد كده احط عليهم معلقه صغيره من المحسن الجل وكوبايه من السكر. هنا ضفت كوبايه وربع. بعد كده هضرب الخليط، وهنا ببتدي اجهز كوبايه من الزيت عليها كوبايه من الميه، وابتدي احطهم على النار يغلوا مع بعض. هنا بجهز المكونات الجافه، كوبايتين من الدقيق، بضيف عليهم نص كوبايه من الكاكاو الاسباني الخام. في الوقت ده بيكون البيض بيتضرب مع السكر مع الفانيليا مع معلقه المحسن الصغيره، ممكن نستغنى عنها ونحط في بدلها معلقه خل. ينفع في الفاجي كيك لكن طبعا ما ينفعش في الاسبونج. بعد ما نخلت هنا الكاكاو هبتدي هنا احط معلقه ونص من البيكنج باودر، وبحط نص معلقه من البيكنج صودا. بقلب كل الخليط مع بعضه. هنا البيض اتضرب كويس جدا مع السكر والمحسن والفانيليا، ببتدي اضيف عليه المكونات الجافه. في الوقت ده بيكون الميه مع الزيت يبتدوا يغلوا كده زي ما انتم شايفين سخنين جدا. ببتدي احطهم كده مع الخليط، وابتدي اضربهم تاني بالعجان او بالمضرب. بكون مجهزه صينيه مقاس 28 او 26، بكون دهنها بالزيت وحط عليها كده ورقه زبده، وابتدي انزل الخليط. هو بياخد في الفرن، بحط طبعا في الفرن على درجه حراره 180، بياخد في الفرن حوالي ساعه الا ربع. هنا هبتدي اجهز الكريمه دي هتقضي معايا السبونج كيك، وهتقضي معايا كيكه الفاتش. بحط هنا كوبايتين ونص من الكريمه، بضيف عليهم معلقتين من الباستر كريم وممكن نستغنى عنهم. بضيف عليهم كوبايتين ونص من الميه الساقعه، ولازم تكون ساقعه جدا. معلقه صغيره من الفانيليا السائله، وطبعا بضيف السكر ربع كوبايه من السكر او السكر على حسب الرغبه. بعد كده هحط هنا هحط جناش شوكولاته او نوتيلا علشان تدي طعم حلو قوي للكريمه. هنا السبونج كيك طبعا قسمته كده لطبقتين علشان كنت حاطاه في صينيه كبيره، بيعمل لنا طبقتين حلوين قوي. بيتبقى معايا طبقه ممكن احتفظ بيها في الفريزر، استخدمها في اي حاجه بعد كده. هنا ببتدي اسقي هنا السبونج كيك ببتدي اسقيه. انا كنت مجهزه كوبايه من الميه السخنه، حطيت عليها معلقه كبيره من النوتيلا او معلقتين، بسيبهم يبردوا وابتدي اسقي بيهم الكيك الشوكولاته او الفيدج كيك. ممكن نستبدلهم بسيرب خفيف او اللي هو الشربات الخفيف. بيبقى كوبايه من السكر عليها كوبايه من الميه، بغليهم واسيبهم يبردوا خالص وابتدي بيهم اسقي بيهم اي كيك. ينفع طبعا كيك شوكولاته او كيك فانيليا، بس هنا انا بحب اخلي كده الكيك طعمه حلو. فهنا حطيت ميه بالنوتيلا بتكون طعمها حلو جدا ومخليه الكيك غني وطعمه حلو. طبعا الكريمه زي ما انتم شايفينها بعد ما ضربناها بقت حلوه جدا. طبعا بنضرب الكريمه لازم بميه ساقعه جدا علشان تدينا القوام الحلو ده، وبنضربها مثلا حوالي لحد ما القوام بتاعها يعلى كده، وبتبقى حوالي 10 دقايق. بعد كده هنا الطبقه التانية من الكيك زي ما انتم شايفين الكيك طري جدا ومتساوي. هنا كمان بسقي الطبقه التانية وابتدي اغلف الكيك بالكريمه. والكريمه دي طعمها حلو قوي علشان احنا ضايفين لها جناش، فبيدي طعم حلو قوي للكريمه. لو عاوزين نستغنى عن الجناش ممكن نحط كاكاو خام، معلقه كبيره من الكاكاو الخام.
هنا هبتدي اغلف كده الكيك، اغلفه كويس قوي. احاول طبعا ما اسيبش اي فراغات ولا اي حاجه. بعد ما اغلفه كله بالكريمه ببتدي اسويه كده بالسكرابر. زي ما انتم شايفين انا هنا حبيت اعمله كده بالجزء المشنشر ده عشان بيكون بيدي شكل حلو يعني. ببتدي اسوي كذا مره لحد ما احصل على الكيك ان هو يكون شكله حلو قوي، ويكون كده مفيش فيه اي حاجه مش مظبوطه. هبتدي اسوي فيه. بعد كده طبعا لازم احطها في التلاجة او في الفريزر لحد ما تجمد قبل التقطيع. ولازم والاحسن يكون الفريزر عشان ساعة التقطيع بيكون القطعة شكلها حلو كده لما بتكون متلجة او تكون ساقعة اكتر. طبعا هنا بجيب الترانش او سكينة مشنشرة، ببتدي احطها طبعا في ميه سخنه مغليه، بكون مجهزه جنبي حاجه فيها كده ميه مغليه، واحط فيها السكينه او الترانش. وبعد كده ببتدي اقسم الكيك زي ما انتم شايفين. دي الطريقه اللي انا بقسم بيها، بيكون اسهل بكتير. وطبعا ما ينفعش نقطع الكيك خالص وهو ما يكونش ساقع قوي، لازم يكون ساقع جدا عشان السبونج بيكون هش قوي وخفيف، ولازم يكون ان هو متجمد كويس عشان نقدر نقطعه القطع متساويه زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي. بعد ما قطعت هنا هبتدي اعمل روزتات كده بالكريمه. الكريمه اللي اتبقت معايا ببتدي احطها كده في كيس من اكياس الحلواني، واستخدمت هنا القمع النجمه العادي او الورده العاديه. ببتدي اعمل بقى كده روزتات. هنا بيعتمد 12 قطعه، القطعه بتكون كويسه جدا وكبيره. ببتدي هنا ازين بقى باي تزيين عندنا. انا عندي هنا شوكولاتات كده، هبتدي احط كده نصها نص الجزء ده ابتدي اعمله بشوكولاته من دي، والنص التاني احط فيه كريز، احط فيه شوكولاته مبشوره. ممكن نحط صوصات اللي انتوا عاوزينه. انا حطيت هنا كريز احمر كده. وبعد كده هبتدي احط كده شوكولاته مبشوره بشرها، وحاططها طبعا تجمد في التلاجة قبل ما ابتدي احطها او ازين بيها. والاحسن ان احنا نبشر الشوكولاته بمبشره البطاطس، بيكون افضل بكتير من المبشره اللي بتبقى ناعمه قوي ما بيكون شكلها حلو. لكن هنا بتبقى عاملين لنا قطع شكلها حلو كده. بعد كده هنا خلاص خلصت كده السبونج كيك، وعملت منه جاتوه حلو جدا، دستة جاتوه 12 قطعه كبيره وشكلها شيك جدا وما اخدش مننا وقت. هنا السبونج كيك زي ما انتم شايفين لونه غامق قوي ولونه حلو قوي، اللي بيحب الشوكولاته هيحبه قوي. وعرفنا الفرق بين مقادير ومقادير السبونج كيك. طبعا هنا بسقيه بميه بنوتيلا. ببتدي كمان اغلف بقى، هحشي هنا كريمه. ممكن في الحشوات بقى نزود صوصات شوكولاته، ممكن نحط في النص نوتيلا، ممكن نحط كراميل، ممكن تحطوا مكسرات اللي انتوا حابينه. ببتدي احشي كده طبقه كويسه كده من الكريمه. والكريمه اللي معانا اللي هما كوبايتين ونص كفوا معايا اللي هو السبونج كيك والفاتشي كيك. وكل ما نستخدم نوع كريمه كويس كل ما يدينا كميه اكبر. بعد كده زي ما انتم شايفين الكيك شكله حلو قوي وطري وحلو قوي. طبعا سقيت الكيك كويس. وبعد كده ببتدي اغلفه بقى بالكريمه. وبعد ما اغلفه بالكريمه قبل ما احط عليه اي جناش او اي صوص او اي حاجه لازم يتحط في الفريزر لحد ما يجمد، ممكن لمده ساعه. وبعد كده او لو نعمله من بالليل وتاني يوم نبتدي نحط عليه صوصات، بيكون متماسك كده وفي التقطيع بيكون شكله احلى. بعد ما اغلفه كده بالكريمه واحاول اجلس ايه هي تعتبر تورته فيدج، ممكن جاتو فيدج. جاتو فيدج بيكون اللي هو المثلثات ده، بيكون شكله حلو يعني. هتنفع ان احنا نعملها تورته وينفع نعملها جاتو. بعد كده هبتدي اغلفها واحطها كده في الفريزر. في الوقت ده بكون مجهزه جناش شوكولاته. جناش الشوكولاته عملته معاكم كتير جدا على القناه، ولو كنت انا عملته معاكم الفيديو هيطول قوي. فهو جناش الشوكولاته سهل قوي. ببتدي اجيب نص كوبايه من اللبن او الميه على حسب اللي موجود، بضيف ليه معلقتين من بودره الكريم شانتيه، بقلبهم على البارد وارفعهم على النار. اول ما يغلوا ببتدي انزل عليه بنص كيلو من الشوكولاته الخام. وزي ما انتم شايفين بيبقى بعد كده بقلبهم معاها بيدينا الجناش الحلو ده. هنا طبعا انا حطيت عليه بندق علشان يدينا طبقه كده شكلها حلو كده زي شوكولاته الفروشيه. وجناش زي ما انتم شايفين شكله حلو قوي وقوامه حلو.
بعد كده هبتدي اوزعه. وطبعا الجناش مع لازم يكون دافي، والكيكه او التورته او الجاتو لازم يكون ساقع جدا. دافي عشان يبتدي ينزل كده على التورته ويبتدي يغلفها كويس. بعد كده زي ما انتم شايفين اتغلفت كويس جدا. هبتدي اقسمها. زي ما انتم شايفين كده بقسمها كده. هقسمها زي السبونج كيك اللي انا قسمته معاه نصين، وبعد كده ربع وربع، وبعد كده بقسم كل ربع لجزئين. انا عملتها كده. ولازم طبعا نحط السكينه بين كل مره ومره في ميه سخنه. هنا هزينه بمربى الحليب او الكراميل. بعد كده هبتدي اعمل كده روزيتات زي ما انتم شايفينها كده بالشكل ده. وده اللي بتكون دايما في المحلات وبتكون شكلها حلو جدا. احنا طبعا عملنا 12 قطعة فيج. لو احنا بنشتريها من بره هنشتريها بمبلغ كبير جدا، فاحنا عملناه في البيت بكل سهولة وشكلها حلو جدا وطعمها احلى بكتير. يا رب تعجبكم الوصفات.